اللعب النظيف بقى تهمة دلوقتي في الدوري المصري؟ لما المنافسة تتحول من الكورة لحرب على الضمير والتفتيش في النوايا، لازم نقف ونسأل بعض كده، هو احنا رايحين على فين؟ اللي بيحصل دلوقتي مش مايند جيم ولا ضغط جمهور، اللي بيحصل هو اغتيال معنوي لأي لاعب بيحاول يلعب بنزاهة لصالح فريقه. أحمد ميهوب حارس سموحة بيتهاجم هجوم شرس جدا لمجرد إنه حاول في آخر دقيقة إنه يساعد فريقه في إنه يدرك التعادل. هو أي لاعب دلوقتي في الدوري هيرفض إنه يخسر ويلعب بحماس شديد جدا علشان يحسن من موقفه وموقف فرقته. هيبقى متهم طول الوقت من اعلام وجمهور الزمالك انه بيلعب لصالح النادي الاهلي، وفي نفس الوقت موقف انساني عادي جدا حصل ما بين محمود كهربا وامام عاشور، لاعب شايف زميله وصاحبه مصاب بيساعده وبيشيله علشان يروح بيه لاوضه اللبس، بقى مشكله واتهام ان لعيبه انبي بتحاول تسهل الماتش للاهلي. امتى الروح الرياضيه بقت خيانه للفريق؟ المشكله عمرها ما كانت في المنافسه ولا حتى في النكش في الكوره، المشكله ان بوصلتنا اتكسرت. اللي هيكسب بالطرق دي عمره ما هيكون اقوى فريق، اللي بيكسب دلوقتي هو اللي صوته اعلى.